السلام عليكم متابعين قناة مصر زمان. الفيديو ده هنتكلم فيه عن مشروبات كانت موجودة في مصر من أيام زمان. شريط من الذكريات يمر بمجرد إمساك زجاجة المشروبات الغازية. اليوم ترجع بذاكرتك لإعلانات مصر زمان، تلك المنشورات الورقية والملصقات التي انتشرت في الشوارع تعلن للمصريين عن منتجات وعصائر تروح عن أنفسهم وترطب حر الطقس وتخفف أعباء اليوم. مشروبات عهدتها مصر قديما حتى أصبحت ذكرها حنينا للماضي، تستعيد في مشروبات كانت متواجدة في أكشاك وشوارع المحروسة زمان واندثرت مع مرور الزمان. تعالوا بينا نشوف ايه هي المشروبات زمان. الجازوزة أو الكازوزة ظهرت في مصر بداية القرن العشرين عام 1901، وبيعت لأول مرة في الإسكندرية، وكانت نوعين، منها ب5 مليم وهي الكزوزة العادية، وأخرى ب7 مليم بالفراولة أو السفن. من عصير الفواكه نقدم هذه المشروبات المنعشة: عصير كوثر بالليمون وسدر ورمان وفراولة وبرتقال. عصير في زجاجة اشتهر في شوارع المحروسة قديما. في الأربعينات اعتاد المصريون على عصير الكوثر، وانتشرت ملصقاته الدعائية في كل مكان في مصر زمان. كان الشاي المشروب الرسمي للشعب المصري القهاوي في المنازل للملوك والعامة، طعم فاخر يغريك بشربه، وصنف ممتاز يشرفك تقديمه. شاي زوزو من أرقى أنواع الشاي في جميع المحلات، فتاة بملامح مصرية ممسكة بفنجان به شاي. إعلان تصدر جريدة الأهرام في 50. مشروب رمضاني الممتاز: شاي الشيخ شريب، إنه خير ما يناسبك في شهر الصوم المبارك، يخلصك من العطش طول النهار، يجنبك عسر الهضم بعد الإفطار، ويغذي جسمك بعد السحور. من إنتاج شركة المنتجات والتعبئة المصرية. أما الألبان المصنعة، ظهرت قديما شركة مصر للألبان والأغذية، التي كانت تنتج لبن مصري المبستر بسعر 35 مليم لنص الكيلو. وبعد انفتاح مصر على العالم ومحاكاة للغرب، كان مصر كولا المشروب الوطني من إنتاج شركة المؤسسة المصرية العامة للصناعات الغذائية، وكان للطبقة الغنية نوعا ما، حيث كان سعره جنيها ونصف الجنيه.